السلام عليكم ورحمة الله طلاب الصف العاشر. الدرس هو الحركة متغيرة السرعة. تسمى الحركة التي يحدث فيها تغير في قيمة السرعة أو اتجاهها بمرور الزمن بالحركة متغيرة السرعة. وهو نعرف كمية فيزيائية تعبر عن تغير السرعة بتغير الزمن وتسمى بالتسارع الوسطي. أما وحدة قياسها هي المتر على الثانية المربع. التسارع الوسطي يساوي السرعة النهائية ناقص السرعة الابتدائية على الزمن بالرموز. A يساوي V2 ناقص V1 على T2 ناقص T1 ويساوي دلتا V على دلتا T. ما هي V2؟ هي السرعة النهائية للحركة. ما هي V1؟ السرعة الابتدائية للحركة. T2 زمن النهاية ناقص T1 زمن البداية. يرمز ل V2 ناقص V1 بالرمز دلتا V وهو التغير في السرعة، ويرمز ل T2 ناقص T1 بدلتا T وهو التغير في الزمن. لنأخذ مثال على حساب التسارع. تنطلق سيارة من السكون لتصل لسرعة 20 متر على الثانية وذلك خلال زمن قدره 10 ثواني. أوجد تسارع السيارة. الحل: قانون التسارع هو A تساوي دلتا V على دلتا T. دلتا V هو حاصل طرح قيمة السرعة النهائية وهي 20 متر في الثانية ناقص السرعة الابتدائية وهي صفر، لأنه ذكر في نص المسألة أنها انطلقت من السكون على الزمن وهو زمن الحركة 10 ثواني. 20 ناقص صفر 20 على 10 يساوي 2 متر على الثانية المربع. زمن الإيقاف: عندما يتحرك جسم بتسارع سالب فإن سرعته الابتدائية في صفر تتناقص تدريجيا إلى أن يتوقف، أي أن السرعة النهائية للمتحرك تكون مساوية للصفر. مثال: سائق سيارة ضغط على المكابح توقفت السيارة. إذن السرعة الابتدائية كانت معلومة القيمة 20-30 حسب سرعة السائق. أما السرعة النهائية فهي صفر لأن السائق في النهاية سيتوقف نتيجة ضغط المكابح. يسمى الزمن الذي تصبح فيه السرعة مساوية للصفر بزمن التوقف، ونقول أن هذه الحركة هي حركة منتظمة التسارع التناقصي. يمكن حساب زمن التوقف بالعلاقة T تساوي ناقص V صفر على A، حيث V صفر هي السرعة الابتدائية و A التسارع. مثال: يتحرك قطار بسرعة ابتدائية قيمتها 90 كيلومتر على الساعة، فبعد كم ثانية يتوقف القطار إذا كانت قيمة تسارعه التناقصي المنتظم هو A يساوي ناقص 5 متر على الثانية المربع. الحل: أولا يجب تحويل السرعة لوحدة القياس في الجملة الدولية وهي متر على الثانية، وذلك بضرب 90 ب1000 والتقسيم على 3600 والنتيجة هي 25 متر على الثانية. الخطوة الأولى للحل هي التحويل. أما الخطوة الثانية هي التعويض في قانون زمن الإيقاف. T تساوي ناقص V صفر على A ناقص 25 اللي هي السرعة الابتدائية على A هو التسارع ناقص 5 ناقص تقسيم ناقص زائد 25 على 5 يساوي 5 ثواني. إذن سيقف القطار بعد 5 ثواني. معادلات الحركة منتظمة التسارع. المعادلة الأولى V تساوي V صفر زائد A bt، حيث V هي السرعة النهائية، V صفر السرعة الابتدائية للحركة، A هو التسارع و T الزمن. بعض الحالات الخاصة لهذه المعادلة: إذا بدأ الجسم حركته من السكون تكون قيمة السرعة الابتدائية تساوي الصفر، ويصبح القانون V تساوي A bt، أي أن السرعة تساوي التسارع ضرب الزمن. أما إذا كان التسارع يساوي الصفر A تساوي الصفر فإن القانون يصبح V تساوي V صفر، يعني أن السرعة النهائية هي نفس السرعة الابتدائية التي انطلق بها الجسم. وفي هذه الحالة نقول بأن السرعة ثابتة وأن هذه الحركة هي حركة مستقيمة منتظمة. أما المعادلة الثانية للحركة منتظمة التسارع هي D المسافة تساوي V صفر T زائد نصف AT مربع. D هي المسافة، V صفر السرعة الابتدائية، T الزمن أي التسارع، T مربع الزمن. هذه العلاقة تربط بين المسافة D والزمن والتسارع. أيضا حالات خاصة لهذه المعادلة: إذا ذكر في نص السؤال بأن الجسم انطلق بحركته من السكون فتكون قيمة السرعة الابتدائية تساوي الصفر، ويكون قانون D تساوي AT مربع.
أما عندما يذكر في نص السؤال بأن التسارع هو الذي مساوي للصفر، فتصبح المعادلة دي المسافة تساوي في صفر بتي، وفي هذه الحالة يكون حركة الجسم بسرعة ثابتة قيمتها تساوي قيمة السرعة الابتدائية. أما المعادلة الثالثة للحركة فهي تربط السرعة النهائية والمسافة والتسارع، وتعطى بالعلاقة V مربع ناقص V صفر مربع تساوي 2A ب D، حيث V السرعة النهائية، V صفر السرعة الابتدائية، A التسارع، و D المسافة. مثال محلول: سيارة تتحرك بسرعة 90 كيلومتر على الساعة، فضغط السائق على مكابح السيارة بحيث تناقصت سرعة السيارة بمعدل ثابت حتى توقفت بعد مرور 5 ثواني. المطلوب: احسب تسارع السيارة خلال تناقص السرعة. 2. احسب المسافة التي قطعتها السيارة حتى توقفت حركتها. بداية للحل يجب تحويل السرعة من وحدة كيلومتر في الساعة إلى وحدة متر في الثانية، وذلك بضرب 90 ب1000 والتقسيم على 3600، والنتيجة هي 25 متر على الثانية. إذا قيمة السرعة الابتدائية 25 متر على الثانية. أما قيمة السرعة النهائية فهي صفر لأن السيارة ستتوقف في النهاية، وزمن الحركة هو 5 ثواني كما هو مذكور في نص السؤال. لنعوض في قانون الحركة الأول، وهو V تساوي V صفر زائد A ب T. السرعة النهائية تساوي الصفر، السرعة الابتدائية تساوي 25، وزمن الحركة 5. بقي عنا مجهول واحد هو التسارع، يحسب بنقل المعالم لطرف والمجاهيل لطرف، ثم تقسيم الطرفين أو طرفي المعادلة على أمثال المجهول اللي هو التسارع، فيكون A تساوي ناقص 25 على 5 يساوي ناقص 5 متر على الثانية المربع. إشارة السالب تعني أن التسارع سالب وهو تناقصي. لنحسب المسافة نعوض في المعادلة الثانية من معادلات الحركة منتظمة التسارع، والذي يعبر عنه بأن دي تساوي في صفر بتي زائد نصف AT مربع. دي المسافة تساوي السرعة الابتدائية 25، الزمن هو 5، نصف التسارع ناقص 5، الزمن 5 للتربيع، وتصبح قيمة المسافة التي ستقطعها السيارة حتى تتوقف دي تساوي 162.5 متر. في نهاية الدرس سؤالين يطلب منكم الإجابة عليهما، والسلام عليكم ورحمة الله.